سليمة، الصلاة هي العلاقات، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تفوا دونك كل الشعوب كان عندهم انبياء، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، والانبياء كاع يصلوا كيف كيف. اذا كاع يصلوا بصح ماشي هاد الصلاة الوثنية نتاع قوم لوط واللي يصلوها اليهود. كتبي صلاة اليهود في الانترنت في اليوتيوب يخرجوا لك تصلي، تلقى روحك تصلي الناس راه تصلي كيفهم. تفضل عبدو. بارك الله فيك بيلي. مام كاين قوم عاد في تلمسان، اين توجد مغاره بني عاد، وبالقرب منهم في المغرب توجد منطقه اسمها ثمود، قوم ثمود، قوم عاد وثمود حدا بعضهم بعض. بارك الله فيك. هنا نشوفوا القدس او اورشليم، اورشليم اللي هي جيروزالم، نشوفوها في المروك اكزاكتومون تحت مدينه فاس. يعني هي تسميه المنطقه هذه اللي هي من جهه مراكش. لذلك المغاربه انزعجوا جدا، كانوا يضحكوا علينا من قلنا لهم بكا والجزائر، كي قلنا لهم جبدنا لهم الخريطه الرسميه، اعطوني الكاشي تحت الخريطه سيلفو بلاي. كي عطيناهم الخريطه الرسميه هذه منين خرجت انزعجوا جدا. والعجيب انها خرائط المانيا، لان المانيا فقط اللي ما قدروش يسيطروا لها الارشيف تاعها خرجته. هاي وين الخريطه بالختم الالماني، وكاين اختام عديده جدا. اذا مكه فيما يسمى الجزائر، والقدس فيما يسمى المغرب، لا الجزائر ولا المغرب، كل شيء تسميات خاطئه، تسميات استعماريه. تفضل حكيم، هي عبدو اي واحد. بارك الله فيك مسيو بيلي. خاوت لكم تسمعوا فينا جميع الانبياء المذكورين في القران مدفونين في الجزائر، والنبي اسحاق مدفون في مراكش اين يوجد القدس الحقيقي. مقام النبي ابراهيم راه في شرشان، ما يسمى حاليا بسيدي ابراهيم العبراني. حتى الشام الحقيقيه توجد هنا في الجزائر، تبدا بالقرب من المدينه المنوره اللي هي بليده حاليا، حتى منتصف ليبيا وسطها الاغواط. كذلك ملك فرعون كان عظيما، يمتد من تيرت حتى لتونس. في تيرت يوجد 103 هرم، اهرامات حقيقيه اللي هي عباره عن مدافن الفراعنه. بني مصر الحقيقيه مذكوره في القرآن متواجده في الجزائر في اعماق الشريعه. بني مصر. يوجد 3 اوديه للنيل في الجزائر، واحد يصب في سكيكدا، واحد في عنابه، واحد في جيجل. حتى البتراء العربيه الحقيقيه نواحي سكيكدا. يا خوتنا زوروا الدين والتاريخ والجغرافيا. بارك الله فيك. هذه راكم تشوفوا فيها بلاكه تاع واد النيل رسميه تاع الدوله الجزائريه وضعتها. فرعون قال تجري من تحت الانهار وليس بارك الله فيك. تي بو ترادوير سا ديانا ولا حوريه ولا اون بريف. Oui, donc il n'y a pas Égypte, c'est Beno Misra. On retrouve ce verset dans le Coran sur l'Égypte, c'est Beno Misra. Et on voit que Pharaon, il a vécu en Algérie, à Beno Misra. C'est bien ça, hein. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. Et donc on voit bien Oued Nil. Il y en a 3 pancartes de Oued Nil. Après, je laisse Houria le continuer, elle connaît mieux que moi. Oui, Houria. Oui, il t'a dit de Tiaret. Il a gouverné de Tiaret jusqu'en Tunisie. Voilà. Parle-nous du pharaon, s'il te plaît, Houria. هضري لنا على فرعون في الجزائر بواد النيل، بالاهرامات، بالامتداد، بالبحر، بقصته مع موسى s'il vous plaît en français. Ah, d'accord. Donc, Pharaon gouvernait de Tiaret jusqu'en Tunisie. Ça a été ses terres à lui, Pharaon. Voilà, vous avez la plaque de Pharaon. Il y a aussi Oued Nil, le fleuve du Nil, qui existe en Algérie seulement. Il y a 3 fleuves qui déversent vers Skikda. Et si je me trompe, vous m'arrêtez. Vous avez Skikda, Djidjel et Beka. Annaba. Annaba, voilà. Et ça déverse aussi sur Beka. Oued Nil. Non, c'est Oued Chefal. Non, d'accord. Ok. Voilà. Rose, عطينا la plaque تاع واد النيل s'il te plaît, Rose. Continue. هضري لنا على يم دغاسن. C'est quoi يم دغاسن؟ Imdrasen, donc c'est le Sarh Haman. Mais Imdrasen, c'est le deuxième temple
Pharaon a demandé à Haman de lui faire un temple identique à celui de le temple du Dieu de Moussa. Voilà. Qui Voilà, qui voilà s'appelle Imdrasen devant Imdrasen, vous. Voilà, oui, Zédé. qui veut dire Imdra et Sen. Voilà. Donc, le Kaaba Tania, Sen c'est deux. Et il y avait, autrefois, il y avait un cheval juste sur en haut du temple qui a été enlevé maintenant. Et c'est le cheval de Pharaon, apparemment. Voilà, Vous Zédé. l'avez. وكذا نحاوه Monsieur Billy. وي نحاوه وي. Voilà, il a été التمثال enlevé. تاع فرعون فوق الجياد نتاعه. Exact. Donc, هاد les informations, vous ne les trouvez jamais في الاخر sauf l'archive officielle اللي طالع عليه قدور بن قويدر اللي هو مفجر الحقيقة. soutenez le اوكي. سينو على بالكم ما غادي نديروا والو. Monsieur Donc, Billy, أنا واه وي حبيت برك نهضروا خاصة بيسك العيد هذا الكبير تاع بيسك راهو رايحين يصرعونا بالكباش، دونك باش يعرفوا ما هو العيد الحقيقي من القرآن اللي هي عيد الميدة، عيد يناير. فوالا. ليلو وي سي لوي كي اباتنا وي. هذا هو الصرح نتاع هامان باسكو فرعون le pharaon gouvernait toute cette région jusqu'à la mer de Halloula desséchée. Concernant l'Aïd, le seul Aïd cité dans le Coran, c'est bien Aïd al-Ma'ida, Surat al-Ma'ida. C'est la fête de la table, 12 Yanner, c'est le seul Aïd. Les autres Aïd sont issus de la falsification par la Convention 1851 pour créer un islam sataniste. Vous voyez qu'ils vont que tout le monde égorge des moutons. Pourquoi ce gaspillage? On ne sait pas. Donc c'est le satanisme, c'est le sang, c'est le sang partout, c'est le Subhanallah al-Adim. Oui, il massacre tout le cheptel chaque année. Tout le cheptel. Voilà, c'est pourquoi à chaque fois, par occasion, le roi du Maroc refuse ce massacre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est falsifié. Primo. Secondo, il sait que c'est lui le président de la comité de Jérusalem. Mais où est Jérusalem? Jérusalem se trouve à Palestine. De préférence, c'est le roi de la Jordanie qui soit le président de Jérusalem. Non, c'est le roi du Maroc. Normalement. Oui, normalement. والله الملك المغرب هو رئيس لجنة القدس، يعني رئيس Exact. لجنة القدس الحقيقي في المغرب وليس في فلسطين المزورة. فوالا. سليمة تقول لك كبش فداء اسماعيل. نو، اسمعي مليح سليمة. ربي سبحانه وتعالى قال فديناه بذبح عظيم. فديناه بذبح عظيم. شتاو الذبح العظيم؟ سيدنا ابراهيم نهار اللي جاوه زوج من الملائكة ذبح ليهم عجل يعني ذبح ليهم وكريف، يعني ما ينجموش الزوج ياكلوا وكريف. فما بالك بربي كي يذبح كي يعطي لسيدنا ابراهيم الذبح العظيم يصغر له. سما سيدنا ابراهيم يجيب العجل على بال دو بيرسون وربي سبحانه وتعالى يقول له ذبح كبش اللي هو اقل من العجل الخمسه العشره تاع لي بيرسون ولا 10. سي امبوسيبل. دونك عطاه جاه واحد من الثيران ولا الفراد هذوك اللي كانوا لي طوغو اللي كانوا في الجيري بزاف وين قارع عنده وربي سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم فهم الميساج. دونك ذبح فرد. سي بور سولا الامازيغ يذبحوا فرد يوزعوه للقبائل على القريه كاع، ولا يذبحوا زوج ولا ثلاثه ولا. دونك الا مشينا نذبحوا فرد كل واحد وحده سمحي لي اللحم كاع ما يكملش. وتا سي لا فيني كيما قال لك سي لا فان دو شيبتال. بارك الله نعم. فيك مسيو بيلي. صلي لربك وانحر. هذه مرتبطه بالصلاه. الصلاه دائما يقول لك يديروا الطعام باللحم مثلا، هذه مرتبطه بالصلاه.
الصلاة اللي هي موجودة عند محمد صلى الله عليه وسلم كانت في بكة. يليق ينحر. علاش؟ لاخاطش محمد صلى الله عليه وسلم كان يستقبل ضيوف الرحمن، ماشي واحد جاي حاج تقول له خلص باش ننحروا لك. سوني با نورمال. كلشي راه يتباع في السعوديه، يتباع الحجر، يتباع اللحم، يتباع الروز، يتباع كلش. حتى اقدم جمجمه انسان عاقل وجدت في المغرب. ما كاش اولا كلمه المغرب، كاين المروك. ثانيا اقدم واحد هو ادم، قلنا في بكه، هاي وين قدامك، ان اول الناس اول بيت وضع للناس للذي ببكه، واول الناس هو ادم. كاين منطقه ادم، كاين منطقه بني حواء، كاين قبر حواء ام البنات، يما بنات، موجود في هذا المكان. الا كان اقدم موجوده جمجمه وجدت في المغرب سماها جمجمه ادم، والشام شي يدير تماك؟ على خلى مرته دارت لها الخلع ولا طلقها، سنا جامي اكزيستي. دونك هذه المعلومه خاطئه. علميا ممكن، ولكن العلم يدس بزاف الامور. اسمها المملكه المغربيه الشريفه، ماشي المروك. اسمها المراكش خاطش ماهيش المغرب، ماهيش المغرب، خاطش لا تقع في غرب الشمس، مغرب الشمس، لكن يحدها البحر الابيض المتوسط. هيا ديجاجي طيري، هي جاي انا تفهمي عليا، تعبدي في الملك تاعك. جيبوا لنا واحدين يعبدوا ربي. هذو راهم يعبدوا في الاوطان ويعبدوا بالاشخاص، يعبدوا يجيبوا لنا الاوطان واحدين والاشخاص. يعبدوا ربي، ما خاصناش اللي يعبدوا تبون ولا يعبدوا الملك نتاعهم. صح، يعبدوا الاوطان. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. صدق الله العظيم. حتى البنادم يقعدوا يعبدوا فيه من دون الله. اوكي اون فا كونتيني ان شاء الله. هنا عندكم البطراء العربيه اللي سرقتها الاردن، لا بيتخا اغابي. هاي وين بيتخا اغابي اسكيكدا. دونك بيتخا اغابي اسكيكدا ou bien عنابه. نو بونا راهي هنا، دونك سي بيان سكيكدا. اون ا كونفيرمي سي بونا هي عنابه. بيتخا اغابي الا ايتي فولي بار الجرداني. البطراء العربيه تم سرقه هذا الاسم من طرف الاردن. راكم تشوفوا قسنطينه لتحتها، جايه فوق قسنطينه، جايه فوق قسنطينه. شوف اضافه خويا بيلي فيما يخص مقبره البقيع الحقيقيه اللي نهبتها فرنسا من بكه، اللي فيها اقدم البشر من عهد ادم حتى محمد صلى الله عليه وسلم. بالضبط يعني صح. هما علاه سرقوا المقبره هذيك اللي هي من عهد ادم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، باش يقول لك اقدم انسان وجدوه في سطيف، في المروك، في السودان، في اسيا. وهذا كاع كذب. تخوى المقبره ما تحشمش، خونوا مقبره وداو جيش فرعون اللي كان في بحر حلوله من بعد لو ديساشمون، وداو الجيش نتاع اصحاب الفيل، هادو كاع غرقوا حد الكعبه. ذلك خويا بيلي لتطوير التاريخ باش يقولوا مازال كا 24 يعطي للعالم طريحه غير قاعد يعترف. ان شاء الله ان شاء الله يعني. وكذلك كان بيلي باش يزوروا التاريخ ويقولوا باللي عمر البشريه عندها ملايين سنين. وهذا مستحيل يعني. هذا يناقض قوله تعالى: خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسيلقون غيا. سي امبوسيبل. وتخادويزي سيل فو بلي ديانا اماتو. دونك نعطيكم اون شانس. كذلك حكيمي. دونك حابين تهضروا نهضر انا، يا با بروبليم. هذه رئيسة الهند اللي الكا 24 هو جماعته ولا قال لك نظام غامني باش تزور الكعبة المشرفة. راكم تسمعوا فيا؟ تسمعوا فيك يا بيلي. Oui, oui, je viens juste d'entendre, pardon. فوالا. دونك هذه رئيسة الهند جات تزور الكعبة المشرفة. وما عندهم نهر الغانغ هذاك اللي يمشوا فيه، هو الوادي المقدس تاع الطور. كانوا يجوا هنا يخلعوا خلعنا عليك، ولات في اخلاعك السوته كاع، ولينا كاع في مشكله واحده اخرى. من السعوديه قلدتهم في الصحاري، ما دارتش حجه باسكو ما كانش وقت الحج، دارت عمره. داكور حكيمي، بارك الله فيك. تفضلي حوريه.
يزيد فضلك مسيو بيلي، بصح مسيو بيلي، قدور بن قويدر كا 24 قال حاجه يعني من قبل ما تجي هذه الرئيسه تاع الهند كان ديجا تحدث بعد ما قال بن سلمان ان جيناته من الهند. داكوغ. Oui. قال حاجه qui a fait pousser la présidente de l'Inde à venir ici et à visiter la vraie Kaaba qui se trouve en Algérie. Voilà, parce que Voilà, قال لك هي بارك الله فيك. قوة عظمى. Oui. فوالا هي عيطت لمحمد بن سلمان، قال باللي دول الخليج هم هنود، قال باللي جيناتهم هنديه يعني ما همش عرب، وهي جات هنا باش تدل باللي العرب الحقيقيين جايين في بكه في هذا المكان الذي كان فيه العرب، خاطش بكه عربيه. هذا هو لو كو بوليتيك اللي ندار. بالنسبه للمراركه ما تقولولناش حنا من المغرب، حنا ما ناش نقولوا حتى الجزائر، رانا نقولوا الجزيره. كاينه الجزيره وكاينه مراكش. اللي ما عجبتاش اسم الجزائر ولا ما عجبتاش حاب يقول الجزائر حاب يقول المغرب، راه يطرطق في راسه. يحدك شمالا البحر الابيض المتوسط وانت تسمي روحك المغرب. ها وزات ايديو لهاد الدرجه كاع، هذيك هي مشكلتك انت. Exactement. هما تاني جايين في الوسط. خديجه كان جيتي متربيه ما تهضريش كيما هاك. هيا طيري. بيلي كما جاءت في القرآن قال كل حزب من بلده يفرحون. يعني علموا يعرفوا 55 واحد قريب 60 واحد علموا بأن نحن لا ندعو إلى حزب ولا جمعيات ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ملك ولا ملكة ولا حتى حاجة. نحن كلامنا احنا كلام تاعنا موجه لجميع البشرية، موجه لبيت الله الحرام المقدس. احنا نتكلم فقط عن المقدسات تاع الله تبارك وتعالى اللي راهم ضايعين من المسلمين يعني بسبب يعني التقصير، وهذا التقصير جاي جاي من المسلمين. المشكله ذاك المره اللي فاتت نسمع واحد في التاريخ يقول بان الكعبه بناها سيدنا ابراهيم عليه السلام، كان ابراهيم هو الذي ازداد الاول قبل سيدنا ابونا ادم عليه السلام. هذه مشكله كبيره كذلك رحنا واقعين فيها، ما عرفناش كيفاش نحلوا هذه المشكله هذه. مشكلة يعني خاصه سهلة. لما الحل تاعها سهل يا حكيمي. الناس ما تقرا قرآن. هو قال اني انزلت بذريتي عند بيتك الحرام. دوك الا ما كانش بواد غير خليني من الواد. انزلت بذريتي وين؟ عند بيتك الحرام، معناها عند بيتك. نعم. خلاص، وكان مبني واحد يقول له لا بناه. انا ننزل في طحطحه نقول راني نزلت حدا كراتسيال وهي ماهيش مبنيه، يقول لي انت مهبول. والان الآية إن أول بيت وضع للناس، يعني هذا البيت قبل الناس. بارك فوالا الله. بارك الله فيك. اول الناس هو ادم. بارك الله فيك. الا كان كاع نوح وادم وكاع اللي كانوا معاهم ماهمش من الناس، ماهوش بني ادم، هذا سكراف. وكاين فرق بين وضعت وبنيت، كاين فرق يا ناس، هذه تنا ما كوش قادرين بيان باينه. سور وضعت معناها بيار سور بيار، بيار سور بيار، حجر محجور، حجر محجر. الحجر كي دير تحجره فواياج تاع حجره ولا تحطها فوق بعضها، ماشي تحط الفوقانيه ودير وحدها تحتها لتحت وتقعد السيمون، ما كاش حجر فوق حجر. هذا البناء الهندسي بالله سبحان الله نشوفوا هنا كيما البازل ولا كيما هذاك الاخر اللي هو فيه اعجاز رباني في كاع الهندسه. وي كاع لي فورم جيوميتريك فيها. وثاني سي لا بروميير مونتر، il est important de le mentionner. وي بيان سور، هذه فيها 60 عمود اللي هي 60 دقيقه كما تعرفوا، فيها الاشهر، فيها الاتجاهات، فيها كل شيء، وجايه في الوسط وجايه حدا البحر الابيض المتوسط. يعني واحد مروكي ولا تونسي ولا جزائري يقول لك احنا المغرب العربي، انت ماك مغرب ماك عربي، كاع بزوج. الان طايحين في واحد معليش جماعه دقيقه، وطايحين الان يعني كما قلت قبيلات احنا ندعو الناس الى الله، ما احناش ندعو الناس الى انفسنا او الى جماعه او الى حزب او يعني اي حركه في العالم. نحن ندعو الناس الى الله تبارك وتعالى، الى هذا المقدس
المقدسات. وكذلك المشكله الكبيره يعني الطبقه المثقفه يعني بغات في الجزائر او المغرب العربي طايحين في النميمه والغيبه ويقتلوا بعضهم بعض ليلا ونهارا سرا وعلنا. وكذلك الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا الغتب ولا يغتب بعضكم بعضا. مشكله هذه يعني فطنوا شويه يا جماعه، ما نقعدوش ندوروا في هذا السيركوي فارمين بالله يعني دوره دائري يعني مبلعه نقعدوا ندوروا فيها. تفضلوا يا جماعه. بارك الله فيك. هذا السيركوي فارمي داره بليس اللي يدخل فيه والله الله لا يرده. باش نتفاهموا احنا رانا نقولوا اولا بيتا وضع للناس، رانا باغي نردوا الحج للعالمين تاع العالمين كاع البشر، باغي نردوا لهم الحج الذي توقف في سنه 1912. دوك ما يجينيش واحد يعبد في ملك، واحد يعبد في رئيس، واحد يعبد في دستور، واحد خايف من بوليسي، وواحد يعبد في وطن واحد. هذا الاوطان خلقها الشيطان، لان الله سبحانه وتعالى خلق الشعوب والقبائل، لم يخلق الاوطان. الزرائب هذه خلونا منها. الزرائب سيتان كونترول، هي ضبط للحج في المكان الغير مناسب، المكان الخطا. باغي تحج يقول لك نديك السعوديه الدراع، تحط الدراهم ونجوعك وندير لك ومن بعد تروح. سبحان الله العظيم. ربي قال بيلي. وكذلك الكعبة في الجزائر تتوافق تماما مع آيات الله في القرآن الكريم من حيث الشكل ومن حيث الجغرافيا. من حيث الشكل رب العالمين قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكعب شكله ليس مكعب. ثانيتها رب العالمين قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وفي آية أخرى هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج بينهما برزخ لا يبغيان وحجر محجور. الكعبة على شكل حجارة محجرة. ثانيتها بين بحرين عذب فرات وملح أجاج. نعم. اللي لاحظ شكل الكعبة على شكل كعب، هاي وين الصورة واضحة جدا. اللي الكعب نتاع الرجل تاعه مربع راه في خطر، يعني مشكلة إذا نبهتك. وحتى تكرعيك ما غسلتهمش، ولا دائما تغسل كرعيك تو نابارو ماركي باللي الكعب تاعك نصف كرة، هذه مشكلة. الكعب المؤنث تاعه هو الكعبة. فعلا سليمة، الموضوع متشعب جدا. يليق لك تبعي اللي لايف تاعنا، يليق لك خاطر كل خطره نحكوا على اشياء، لان مليون سؤال غادي يطلع في العقل. اين فرعون؟ اين موسى؟ اين حتى موسى موجود في التمثال تاعه او المنحوته تاعه في بير مراد رئيس في الجي، ماشي في بلاصه واحده اخرى. مريم العذراء كذلك، يعني المنحوتات موجوده في بير مراد رئيس، المغاره تاع بير مراد رئيس في الجي في الجزائر. يا عجب، فعلا الموضوع متشعب، لان كل خطره كل ما نجاوبوا على سؤال يخرج لنا سؤال واحد اخر، وحنا عندنا جميع الخرائط وجميع الاثباتات على ذلك. باش تجيك واحده رئيسه تاع الهند تغرس شجره على حساب كل ما يقوله الكتب السماويه، انكم لما تمشوا الارض المقدسه تغرسوا شجره ما تاكلوش من العام الاول والزوج والثالث، يعني باينه باللي غاديه تكبر حتى العام الخامس تأتي الأكل تاعها. وهذا المكان هذا في حد ذاته فيه النخيل يطاولون السماء. راكم تشوفوا يقول لك تيبازا ما فيهاش النخل. الرسول هضر على ها راه وين النخل، ماكش تشوف ها راه وين أطول نخيل في العالم في موجود في بكة في تيبازا، وين كان محمد صلى الله عليه وسلم، كان مشهور بها هو سبحان الله. وها وين هنا يعني باش رئيسة تنحني وتضرب البالة وتغرس شجرة في الجزائر وتمشي، هذه ما دارتهاش حتى في بلادها. في بلادها ممنوع عليها بروتوكوليا انها دير هذا الشيء. جيبوا لنا تصويره تاع الملكه اليزابيث نوريكم ملكه كاع اللي تحكم في الانجليز وين طاطات وغرست شجره، باش تعرفوا باللي كاع يتبعوا الكتب السماويه اللي تقول لك باللي حينما تدخل الارض المقدسه تغرس شجره، وشجره مثمره عاد اون بليس. علاه يقول لك ما تاكلش من العام الاول الزوج والثالث وحتى الخامس، لان العام الخامس تكون تعطي لهذيك الشجره لا بوسيبيليتي انها تجيب ثمار كثيره. مناسبة بيلي حتى الملكة إليزابيث بعد زلزال الأصنام زارت بكة ومباشرة زارت مراكش مباشرة. لولو اسمعي مليح. الله سبحانه وتعالى يقول قلت يا الرسول ما كاش حدا البحر. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول وترى الفلك مواخر فيه
وقال لا ينبت لكم الزرع والنخيل والأعناب وكل الثمرات، وقال لا تأكلون لحما طريا من البحر. وين هذا اللحم الطري في الصحراء؟ راكي باغي تهبلي روحك ولا واش؟ تبعي وخلاص. كانوا يربوا النوق، روحي تربي النوق روح. هادو يبان مش بعت لي لقطوا النمل، هادو مش بعت لي لقطوا النمل. جتو بلوك لا ما بلوكيهاش، ندير لها كتموسي خليها تتبع. هاي وين الملكه تاع بريطانيا، ملكه بريطانيا سمعوا مليح. ملكه بريطانيا واش رافده؟ رافده تانيك الباله وتضرب في الباله. وين في تيباز؟ ايوا ملكه فوالا هادي امبوسيبل. هاد لاغان هادي كي تمشي للقصر تاعها حوايجها وينحوهم ليها الخدم، ما تنحيش تكسوتها، هما ينحوا ليها حوايجها. هادي راه تضرب في الباله قدامكم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هادي راه تضرب في الباله قدامكم. سبحان الله. هي يعني كل الشعوب كل يعني من الهند لبريطانيا لكل الناس كي تجي هنا البكه اللي هي مكه وين كان الرسول عليه الصلاه والسلام. وهاي وين الخريطه يا رب العالمين، غير ما وريناكم الخريطه. هاي وين الخريطه الرسميه وين كاينه بكه والمدينه في الجزائر اكوتي دالجي بجانب الجي. ها راه وين. وهنا درتها بكل وضوح. تقول لي لا الرسول كان في الصحراء وزعق في الناقه ولا الخنزير. وكاين في الصحراء الخنزير والفيل كاين في الصحراء. كاع الحيوانات ردمتيهم تحت فأسان تاع جمل. هذه سي امبوسيبل. هذه خمي شويه. هنا تشوفوا الصفا والمروه في بكه في الجزائر. هاي وين اللي قلدتها السعوديه تماما بعدد الاعمده. حتى البنتوره يا عبد ربي، حتى البنتوره بنترتها بهذيك لاوتور. دارت البنتوره كحله لا بانتور نوار، دارتها على هذيك لاوتور من بعد لو بلون. هاي وين الصفا والمروه قدامكم. الا كان الجمل راهي انولي كاع الحيوانات الاخرين سي كراف. مسخناهم قرده وخنازير ما كاش، الخيله والبغاله والحميره ما كاش، زيد الخنزير كاع ما يعيش في الصحراء ولا الفيل. رب العالمين حرم على محمد اكل لحم الخنزير، تما حرم عليه حاجه كاع مو شايفها. قالوا له على حسب الى حسب كان في الصحراء سقساوه يا محمد، قالوا له واش تاكل الخنزير؟ قال لهم جامي في الله اعلم. هذه الرساله عالميه بصح حنا ما تخصناش، حطوها الاخرين. سما ربي قاسها في الصحاري ولا واش؟ شكون يتبع هذا الرسول هذا الا كان في الصحراء هو ما يعرفش الخنزير؟ قال لك رساله حاطين، قال لك رساله حاطين حمزه صياد الاسود في الصحراء قاحله. حمزه صياد الاسود في الصحراء قاحله وجا فوق العود والناس تضحك. مصيبه يعني كبيره يعني دوخونا وراهم حاصلين مع الملك مع الرئيس تبون مع هذه، ونسوا بان كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه، لانكم انتم تعبدوا الاشخاص قد سوف تحشرون مع محمد السادس ومع التبون ومع الجنرال تاعكم تحشرون معهم، لان انتم تتكلموا فقط عن بارك الله فيك. دونك يقول لك انتيدوت سا كوريسبون ا كوا لا فوتو او سي الصفا والمروه اون سعوديه. اون دي با عربي سعوديت، سي اون سعوديه. ils ont imité la même chose à Tipaza, tu vois. Donc un couloir centralisé, large. Il y a un couloir à gauche et un couloir à droite. Ici, coule l'eau de Zemzem à Tipaza. Tu vois. Ils ont imité même la même chose. صارت حادثه في السعوديه في هذا الصفا والمروه مزور، وين توقفت عليهم كهرباء توفى 1500 حاج. Voilà pourquoi ils ont imité Antidote, pourquoi ils ont imité ces ruines romaines en Safa al-Marwa. Ça ne colle pas. Ils ont construit cet emplacement de la même manière. En plus, ils ont interdit le tourisme en Algérie. L'international, visa, elle était devenue impossible. La fermeture de beaucoup de routes qui mènent à Tipaza 30 ans. Pendant 30 ans. Et via le K24, le cavalier solitaire, qui a ouvert toutes les choses avec le gouvernement algérien. Parce qu'il a beaucoup de pression. مليح هذه الكافالي سوليتير. Très très bien. Les distances entre les piliers sont identiques. Oui, oui.